يا هلا يا جدعان، حوار الاسترتشات اللي هو الاطارات الحركيه والاطارات الثابته. الاطارات الثابته بعد التمرين، الاطارات الحركيه قبل التمرين. اي مدرب يجي يخليك تعمل اطارات ثابته قبل التمرين او في التمرين نفسه، ودي المصيبه. لا تشتري دماغك وتخليك سكلي معاه وخليه ياخد عنك فكره ان انت عادي، لعيب مش مش مجتهد عادي، ولا انه يعورك وتحاسبن فيه وكده سبيل جهله. انت فاهم ازاي؟ يعني جو اللي انت تفرد العضله وتطلب منها انها تترخي وتبسطها علشان تعمل شغل عكس كده، لا كده انت بتخرف، ربنا عارفه بالعقل. يعني اللي انت بتقوله ده هتقول لي في لعيبه بتعمل كده يعني من زمان والدنيا عادي. حبيبي، ربنا خلق جسمك يتكيف على اي حاجه مع الوقت، ده نعمه من ربنا. لكن انت المفروض تعامله بطريقه احسن، وهتلاقي عمر طويل اكتر ليك في الكوره لو عملت كده. الاطارات الثابته اللي هي انت ليك ده، انت لو عضلتك قصيره واصلا مش بتنزل مع الفرقه بتشتغل شغل تاني يعني. وانا مش بتكلم في القصه دي لان مش مدرك فيها. اول بكلمك انا كلاعب كوره وانت راجل جاهز وتمام مع الفرقه. الاطارات الثابته ده قبل التمرين، ده تشتري دماغك، تعمل مدى حركي حاجات، اطارات حركيه تشتغل على المدى الحركي اللي هتشتغل عليه كمان في التمرين مناسب للرياضه بتاعتك. الحاجات اللي هتستخدمها عضلاتك والحاجات المدى الحركي اللي تشتغل عليه مشابه ليه. لكن جو وكمان ايه بوقت معين، يعني انت مش هتزود، ما نفضلش نقعد نص التمرين نعمل اطالات. ما في لعيبه سخنت من بدري كده بتضيع وقتك، وفي لعيبه محتاجه وقت كتير علشان تسخن. فانت هتقول لي ما عندناش وقت والشغل ده، اقول لك لا، هو ده اكل عيشك كمدير فني او كحد اخصائي للشغل ده. فلا، انت ما فيش حاجه كله على كله، لا كده انت تشتري دماغك وتقعد في البيت او تقبل ان انت راجل على قدك. لكن انا فاكر ان كان في مدرب، كنت الكلام ده من فتره كبيره، بيعمل الاسترتشات، وانا كنت يعني اقرا كتير في المواضيع دي. بقول له لا، ما انا الاسترتشات بتعورني، ده بجد، ان هحكي كانت بتعورني ليه، حصل لي ليه. فكان يضحك عليا، وكان لعيبه فلاحين جنبيا تضحك عليا عادي. يعني هو مش محدش مدرك يا معلم، وفيهم لعيبه كبار في السن تلاقيه ماسك الخلفيه وماسك مش عارف السمانه وماسك، وهو مش مدرك. هتكسف اقول له بقى، ما خلاص، ما هيشوفوك عيل صغير ما عرفوش. لا، مش بالسن خالص، الخبره. انت تحاول تقرا وتفهم بس رياضتك بتلعب ازاي، ولا انت بتعمل ايه يا عم، انت بتعمل ايه. الحوار بدا ان انا جالب كده اصاب بسبب الفرد الكتير، نوقف التمرين واسترتشات للضمه، الثبات والاماميه قبل الشوط عشان ننزل نشوط. مع الوقت الضمه الاماميه اتبهدلت فسمعت في الركبه، قعدت اسبوعين في البيت. بقول للكابتن اللي حصل لي بسبب كده ليه، لان انا بعد ما الدنيا ظبطت ورجعت رحت اشتغلت شغل كده مع حد، قال لي يا ابني اللي بتعمله ده، كنت بنزل استرتشات ثابته بقى من الجهل اللي انا متعود عليه. قال لي مفيش استرتشات ثابته في التلات ثابته دي، ما تعملهاش في التمرين، ما ينفعش، مش دلوقتي، ده في الاخر خالص عشان تهدي الدنيا ترخي العضلات خالص. لا، اعمل حاجه، اتحرك، اعمل حاجات مناسبه اللي انت هتعمله. فرحت وقلت له على فكره ده بسبب كده. قال لي لا، انت بسبب ان عضله رجلك كبيره، حاول تصغرها. مدرب بينصح لعيب الكوره انه يصغر عضله رجله. شاب لسه صغير، يعوض ربنا. يعني انا الحمد لله بعد ما تابعت الاسلوب ده وعارف طريقه لعب كويس في الملعب، عرفني من الناس اللي بتجري كتير داخل على 5 سنين الحمد والشكر لله مفيش اصابه عضليه، وبسبب اسباب كتير. بس النقطه دي انا اهتميت بيها لانها اتعورت بيها وانا في عز شبابي. يعني انا في عز، يعني مش فاهم اتعور ليه اصابه عضليه، اكيد في حاجه غلط. فتشغل دماغك. المدرب ما بيقولش قران،